مساء الفل. دلوقتي هكلمكم عن اساسيات ميك اب الجامعه، ايه الحاجات الاساسيه اللي المفروض تجيبيها وتكون معاكي بعيدا بقى عن زحمه المنتجات الكتير اللي بتحسوا ان انتوا تايهين فيها. خلينا اول حاجه نتكلم عن الفاونديشن. اللي عايزه اقوله لكم ان بلاش بجد نعود بشرتنا على الفاونديشن خالص، لكذا سبب. ابسطهم اصلا ان البشره فعلا مش هتعرفي ان انتي تخرجي بعد كده من غير ما تكوني حاطه فاونديشن. كمان هتلاقي بعد فتره بقى في بهتان زايد في البشره، بقى في اثار حبوب، بقى في حبوب اصلا لو انتي استخدمتي نوع مش مناسب ليكي، غير ان هو فعلا بيكون تقيل على البشره ومش بترتاحي. طيب ايه البديل بتاعه؟ علشان البشره بتبقى طبعا الصبح حاسين انه في ارهاق كده، ممكن استخدم كونسيلر اي نوع انتي حباه، وده بنحطه على مناطق الهالات، والباقي بالبيوتي بلندر بنوزع على الوش كله. بيدينا افكت حلو من غير ما يكون في طبقه على البشره، ومن غير ما تحس ان في حاجه تقيله على وشك تعمل مشكله. والبديل التاني وهو اللي بحبه اكتر طبعا ان احنا نجيب صن بلوك، اي نوع انت حباه يكون فيه نسبة من الفاونديشن. بيكون اسمه صن بلوك تنتد، وبرده بيكون فيه درجات على حسب الدرجة بتاعة بشرتك. في من لاروش بوسيه، في من بوبي، في من فيتشي، فاي حاجة انت مرتاحة لها ممكن تستخدميها. عايزة اقول لكم انه حتى بالرغم من سعره الغالي الا انه بيقعد معاكي كتير جدا. وكده كده احنا هنحتاج صن بلوك، فالاحسن ان احنا نجيب صن بلوك نبقى استفدنا بانه فاونديشن كمان. بعد كده هنحتاج مصحح حواجب، وده لان الحواجب بتفرق جدا في شكل الوش. فنجيب اي نوع عادي جدا، بريتي وومن، اي نوع. بصوا اي نوع، في الفكره ان الدرجه تكون مناسبه معانا. بعد كده هنحتاج ماسكارا اي نوع برضو يكون مناسب ليكي، بتاعت ايسنس حلوه، بتاعت ام ان حلوه، فاي حاجه برضو انتي شايفاها مناسبه. تقريبا الماسكارا دلوقتي بتاعت ام ان في حدود 65 او 70، فسعرها مش غالي قوي يعني، بس الافكت بتاعها لطيف. بعد كده ممكن نحتاج بلاشر. البلاشر طبعا يعني افضل انه يكون من اللون النود، اللي هو زي البينك البسيط مثلا، يعني ما نبقاش حاطين حاجة كأنها عاملة كونتور للوش، فاهمين؟ يعني حاجة طبيعية كده للبشرة، وبرضو اي نوع انتوا بتحبوه. ممكن كمان نستبدل البلاشر بالتنت لو انتي بتحبي التنت الكريمي، بحيث يكون توزيعه معاكي اسهل، وبيدي برضو نتيجة انه بيكون طبيعي قوي قوي على الوش يعني. بعد كده هنحتاج الروج طبعا، اي بقى درجة انتي حباها، بس الاحسن ان احنا نكون برضو في الدرجة النود، علشان احنا بنبقى طالعين الصبح، فيبقاش مثلا حاطين احمر او لون يكون شادد النظر كده على الوش. ممكن برضو مع الروج نستخدم ليب بالم بتاعه اماندا حلوة، فازلين، اي حاجة انتوا حابينها. بيكون سعرها مش غالي، وفي نفس الوقت بتدي ترطيب بلون كده طبيعي للشفايف لو احنا مش حابين نحط روج او حاجة، وده الاحسن ان انتي تدي لون طبيعي كده. بعد كده لو انتي بتحبي تستخدمي ايلاينر، فهنحتاج برضو قلم من الايلاينر، بلاش فرشة في البداية. او لو انتوا بتحبوا تستخدموها او بتعرفوا تستخدموها تمام. ولو انتوا بتحبوا تستخدموا الكحل برضو ممكن نجيب قلم، بس بلاش يكون اسود، ممكن بني، اي قلم كده عشان نحدد بيه شكل العيون. دي بجد الحاجات اللي مش هتحتاجوا غيرها، مش اوفر، وفي نفس الوقت هتديكي شكل طبيعي وحلو جدا. وبكده يكون خلص فيديو النهارده، استنوني في الفيديوهات الجايه.